اللي راك حاكمهم تحت يدك أقل يستعرفوا بإسرائيل. قال له وي ابدا، قال له هام الإمارات زيد، قال له هام البحرين زيد، قال له هام السودان. طري بيان. بوتين عيط للمروك وقال لهم لازم تستعرفوا ديروا معاهم المعالقات. مروك تيليجا قالوا لهم اوكي با دو بروبليم، بس انتوما تستعرفوا باللي الصحراء تاعنا. قالوا شني؟ قالوا صحراء. قالوا شنو صحراء؟ قالوا هذاك الطرف تاع الصابل هذاك. قال له سي ان بروبليم ريزولو. رجل لهم المشكل. ولو كانت بلدنا عندها الدبلوماسية لكانت مسمارا في القصعة لهذه القضية، لكن خرجوا الترسانة الإعلامية تاعنا باش يسبوا المغرب ويسموا ترامب. راني نجيكم خاوتي. المغرب والجزائر وتونس يتعاملوا مع إسرائيل منذ مدة. روحوا المصدر ها وراه comtrade.org يلقوا باللي 180 مليون دولار تبادل مغربي إسرائيلي، 41 مليون دولار تبادل تونسي الإسرائيلي، و9 ملايين دولار تبادل جزائري الإسرائيلي. هذا لابارتي فيزيبل دو لايسبرغ. كيف هذا لابارتي فيزيبل؟ كاين لابارتي انفيزيبل بيان سور. إسرائيل متواجدة في كل الدول العربية منذ أكثر من 20 سنة. هاو غير كيف أبا لي فرنسي متواجدين ولا متواجدين؟ لي زونغلي متواجدين ولا متواجدين؟ لي زاميريكان متواجدين ولا؟ أتظنون بأن لي فرنسي ولي زونغلي ولي زاميريكان عندما يعيطوا لهم إسرائيل في التليفون يقولوا يرحم والديك اسكو نقدروا نبعثوا واحد ثم باش يدير لنا العلاقات ويريقلي لي بروبليم تاع الجاليه تاعنا في هذيك الدوله؟ برك في تونس كاين اليهود ولا ما كانش؟ كاين، يعطيكم الصحه. في الجزائر كاين اليهود ولا ما كانش؟ كاين، يعطيكم الصحه. في المغرب كاين اليهود ولا ما كانش؟ يعطيكم الصحه. ابا اون دوا لي بروتيجي. طيب هنالك شركات في هذه الدول، شركات تاع تجاره، بيع وشراء، بزنس، لكنها في نفس الوقت تقوم بالنشاط الدبلوماسي العادي تحت غطاء السفارة الفرنسية أو الإنجليزية أو البريطانية أو الكندية أو الأمريكانية. لماذا؟ لأنهم حلفاء لإسرائيل. سيدي سياموا، سيدي فرير خارجين من مش من كرش واحدة، خارجين من أمبريون واحد. دوك ما تجوش تهفوا فينا باللي رانا ما عندناش علاقات. المغرب عندها جالية كبيرة تاع اليهود، وهذه الجالية عاونت الاقتصاد المغربي، وكاين ان كونسيي تاع الملك يهودي، وهذو خاوتنا المغاربه راهم يتفرجوا فيه على بالهم. في كل المدن المغربيه كاين اليهود ولا ما كاينش؟ كاين. وهذا اليهود يسافروا ولا ما يسافروا؟ يسافروا، يروحوا لاسرائيل ولا ما يروحوا؟ ما يروحوش ديريكتومون من المروك، بصح يروحوا لمارسي، ليو، باريس افيك ان باسبور فرونسي، ومن بعد يروح لبلادو. على بالهم المغاربه ولا؟ بيان سور على بالهم. دونك شنو هذوك؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو ان تولي الطياره تروح ديريكت من كازابلانكا لتل أبيب، ومن العاصمة الجزائرية لتل أبيب، ومن تونس لتل أبيب، كما راهي تروح ذوكا من الإمارات لتل أبيب، ومن السودان لتل أبيب، ومن البحرين لتل أبيب. هل تغير شيء في القضية الفلسطينية؟ لا. دوك اللي راكم تشطحوا بلا محارم، وعلى راكم تديروا في اللي تويت وتندبوا وحنا مع القضية الفلسطينية. وش معاكم؟ وراكم مع القضية الفلسطينية. وش درتوا؟ من نهار حليتوا عينيكم وبكيتوا وعطاكم الطبيب بكف، والدولة تعطي فيكم بالكف ليومنا هذا، وتزرك فيكم ليومنا هذا، وانتم تكتبوا في الاورديناتور مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والله ما على بالكم القدس كيفاش ماسية، ما على بالكمش الفلسطيني كيفاش ماسي، ما على بالكمش الحياة تاعهم كيفاش ماسية. وانت لا راك تهدر، باسكو انا على بالي. انا لا اخاف من الحقيقة، ولا اخاف من هذا النظام الخبيث الذي منعني من الذهاب الى القدس، ولا اخاف بل العن ائمة الزور والنفاق في الازهر الذين منعوا المسلمين من الذهاب الى القدس وقالوا بان التطبيع حرام. ولا اؤمن واكفر بالسديسي الذي قال بان التطبيع حرام، وسأحاججه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كله نفاق. كان يجي الجناب ويضرب المشوي وإحنا كنا نتفرجوا ميتين بالشر.
ويعيطوا لنا بالواحد روحوا تاكلوا الفضله. دونك سي دي كولوفر خوتي العرب ولي زمازيغ، سي دي غروس كولوفر راكم تفلعوا فيهم. القضيه الفلسطينيه لدى الحكومات العربيه 0 في 0، تخذير كما الفوتبول وكما الدين، عفيون الشعوب. شتو الائمه اللي يجيهم هذوك الخطبه من الفاكس من عند الامام ويولي يقرا الزناطم والبلاعم. واحد الامام خاوتي في بني فودا جاتو فاكس وما ريفيزاش، مال في ريفيزي، راح للدوش لقى الماء ما كانش السخون، استنى ساعتين من بعد كي جا الماء لحق للجمعه روطار ما ريفيزاش الخطبه، قرا الخطبه قرا عليهم هكذا ومن بعد قال لهم الزناطم والبلاعم. قالوا له سي الامام واش هي الزناطم والبلاعم؟ قال لهم حيوانات مفترسه كانت في الايام الغابره، وهي وشن هي الزنا طم والبلاء عم، قلبها الزناطم والبلاعم. هذا الائمه هم اللي قالوا لكم ما تروحوش للقدس، حرام حرام ان يذهب المسلم الى بيت المقدس، لكن حلال ان في هابي هنوكا في الامارات اليوم احتفلوا بهابي هنوكا في الامارات، حلال بيشور حلال. وقلت لكم منذ سنتين ان الشجره على نوال كريسمس سوف ترفع في السعوديه وقد رفعت، وكنتم تقولون لي ايها الزنديق الكافر. هاي الامارات ولا تستعرف بهنوكا ويديروا الحفله تاع اليهود في الامارات. دونك أيها الجزائريون الذين يتنرفزون تنرفزة لا تنرفز بعدها لأنكم محلول سريع الالتهاب، احنا كل محلولين، ما تخافوش. كان احنا نستعرفوا نديروا العلاقات مع إسرائيل. هاو ترامب اليوم دار تويتر، هاي Algeria, if you establish diplomatic relations with Israel, we will recognize your sovereignty over couscous. يستعرف بالكسكس تاعنا. هيا زربوا. مش يبقى قادم، هي جدك زربا. عيط ترامب قبل ما يطيروا بجد باباه وقول له استعرفنا بالبربوشة. نستعرفوا احنا نديروا علاقات مع إسرائيل. نديروا معهم un pont aérien sans escale. سهله بقادوم باسكو ما عندناش طيارات خي، ما عندناش نطيروا. دافو بك دز بيه هجبد بيه الحصيره، دير لو بتي بون على غوش على دروات وديه كونتر بي. ماذا استفادت الجزائر؟ لا شيء، بل خسرت موقعها الدبلوماسي، واصبح الشعوب الان ينظرون الى الجزائر وكانها فقاعه كبيره انفجرت فسخت، ولات يقول لك بلي يا خا لي زاميريكان تعرفوا بهذاك الصراع المهم، اقوى صراع عسكري مرتبط بتواجد المؤسسه العسكريه الجزائريه وتواجد 10 مليار دولار سنويا التي تذهب الى جيوب الجنرالات. جوستيفي بار كوا؟ البوليزاريو. كاينين نحيلهم ترامب تيبوليزاريو واش قاعدت؟ nothing، لا شيء. دوك خسرنا دبلوماسيا وخسرنا موقعنا الاستراتيجي في المنطقة. لماذا؟ لأن الجزائر أصبحت مغتصبة. بوتفليقة خيعطى لهم ليسباس ايريان فرنسا باش يروحوا يبومبارديو المالي، خيعطى الامريكان دي باز ميليتير متنقلة في الجنوب الجزائري، وشفتوا انتم لي زيماج وكل.